وخلاص بنفنش الدوري، خلاص مواجهات حسم اللقب هتبدأ من بكرة إن شاء الله، بداية من مواجهة الزمالك مع بيراميدز وبيراميدز مع الأهلي والأهلي مع الزمالك. الثلاث ماتشات دول بنسبة 99% هيحددوا مين هو بطل الدوري المصري السنة دي. فماتش الزمالك وبيراميدز هو ماتش جامد جدا جدا جدا، وعلى مستوى جمدانه هو فخ لفرقة من الفرقتين، او نقدر نقول ان هو سلاح ذو حدين. وجمدان الماتش هنا ومخليه 50-50، لان لعيبة نادي الزمالك بيعيشوا فترة من اجمل فترات حياتهم. مش بس اللعيبة، ده الجهاز الفني ومجلس الادارة وكمان الجمهور عايشين فترة جميلة جدا جدا. ما كانش اكبر متفائل في نادي الزمالك في بداية الموسم يحلم باللحظة اللي هو عايشها دلوقتي. على الناحية التانية نادي بيراميدز في تخبطات شديدة جدا جدا بعد صفقات مبالغ فيها في بداية الموسم، ما قدمتش المردود اللي كانوا منتظرينه مجلس إدارة نادي بيراميدز. حتى فيستون كلالامايلي اللي كانوا بينجموا فيه جدا 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 بعد الهاتريك اللي جابه في أهلي جدة في الانتركونتيننتال، من ساعتها ما سجلش غير هدفين بس، مع العلم ان ماتش أهلي جدة ده كان في شهر 10، يعني بقالك حوالي 6 شهور ما بتسجلش، سجلت هدفين فقط. عيب والله. وكمان طبعا خروج من دوري ابطال افريقيا، خروج من كاس، فكل الحاجات ديت بتخليهم يعيشوا فترة تخبطات شديدة جدا جدا. فضيف على كل ده طبعا غياب مصطفى فتحي لكسر في الترقوة، شد كمان للشيبي احتمال كبير جدا انه يغيب عن مباراة الزمالك. فكل الحاجات ديت بتخلي الماتش يكون فيه منافسة شديدة قوي 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 قوي، وتخلينا كمان نتوقع ان الزمالك او معتمد جمال لو قدر انه هو يسيب الكرة لبيراميدز ويلعب على التحولات بشكل سريع هيكون خطورة شرسة على مرمى الشناوي. وليه الماتش ده فخ لفرقة من الفرقتين؟ لأن من ناحية نادي الزمالك لو دخل، أو لعيبة نادي الزمالك لو دخلت عندها الإحساس بالإيجو إن أنا متصدر الدوري فارق نقطتين، واصل نهائي كونفدرالية وعامل موسم تاريخي والجمهور كله بيمدح فيا والإعلام كمان بيمدح فيا، فهيخسر من بيراميدز لأن هيكون في نوعا ما رعونة من لعيبة نادي الزمالك. والناحية التانية فريق أو لعيبة بيراميدز لو حطوا في دماغهم إن كأسامي ونجوم على ورق أنا أفضل من نادي الزمالك، برضو هيخسر من نادي الزمالك برضو بسبب الرعونة او التخاذل نوعا ما في المباراة. فاللي هيكسب هو اللي هيدي الماتش ده الأهمية 100% للمباراة دي. فربنا يوفق اللي يستحق، ولو اني اتمنى تعادل سلبي للفرقتين عشان يكون في الاخر مصلحة للنادي الاهلي. قول لي بقى انت رأيك ايه وتوقعاتك للمباراة، فما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة.